أقف اليوم أعبر لحضراتكم عن اعتراضي على حرق المصحف الشريف وهدم مساجد المسلمين. وما أتحدث عنه ليس في دولة أوروبية وليس في إسرائيل، بل ما أتحدث عنه في المملكة البحرينية العربية. ومن حرق المصحف الشريف ومن هدم مساجد المسلمين ليسوا بيهود، بل إنهم قوات المملكة العربية السعودية. لن أتحدث ازاي؟ بتكلم حضرتك. ازاي حرقوا الشيعة؟ أنا مش شيعة، أنا سني. أنا مش شيعة، أنا هو ما قولش الكلام ده. المصحف في سنة وشيعة. أنا سني. الله ولا سني. لا في المصحف انت المصحف اللي شفته اتحرق في التلفزيون. حرقت في السعودية؟ ما نعرفش مين. امال ليه يقول المملكة العربية السعودية؟ هي القوات اللي بتعمل كده. بتعمل الحرمين كده. القوات اللي بتعمل كده ايه؟ مين هو؟ شوفوا قوات المملكة العربية السعودية. الأمن الخليجي ده لوحده مش داخل في المصحف. كده. وبعدين المصحف فيه سنة وشيعة، المصحف القرآن فيه سنة وشيعة. أنا عارف كده. عشان كده بعد الزوج ولا كده يا جدعان، عشان كده يا جدعان عايزين يا جدعان. هو عاوز كده، هو عاوز كده. مين ده؟ هو عاوز فين؟ السعودية مش حرق عايز ايه ده يا ابني؟ انا مش عارف عايز ايه. استنى ايه دليلك على ده؟ ايه يا ابني فهمني. يقول لك المملكه العربيه اللي حققت المصحف ده يا عم الراجل تبقى عليه. الراجل تبقى عليه. هم بيعترضوا على حاجة. أدبوك. لا والله ما اللهم لعن اهل سعود، اللهم لعن اهل سعود، اللهم لعن اهل سعود وكل من تبع لهم، اللهم لعن السلفية، اللهم لعن الوهابية، اللهم لعن السلفية.